خدناه الحصه اللي فاتت اتكلمنا على درس اسمه الفترات، وقلنا عندي بعض الملاحظات الهامه على الدرس. افهم الملاحظات ديت احل الدرس بسهوله. اول ملاحظه: يكتب العدد الاصغر في بدايه الفتره. ثاني ملاحظه: العدد موجب ما لا نهايه يكتب دائما في نهايه الفتره. العدد ده ما لا نهايه بيتكتب فين؟ في بدايه الفتره. ما هو الما لا نهايه؟ قلنا احنا ما نعرفش نهايه الاعداد فين. ماليش نهايه للاعداد، فرمزنا لها الرمز الموجب ما لا نهايه، وهو افتراض مثلا لنهايه الاعداد الموجبه، وهو كميه غير معروفه احنا ما نعرفش كام. والاعداد السالبه وديناها ناحيه السالب ما لا نهايه. يبقى رقم 3: العدد سالب ما لا نهايه يكتب فين؟ في بدايه الفتره. طيب احنا قلنا الصغير بيتكتب في الاول والكبير. طيب اما يبقى عندي عدد اسمه موجب ما لا نهايه وهو افتراض لعدد كبير، يبقى دايما يتكتب في الاخر. طب عدد اسمه سالب ما لا نهايه يبقى يتكتب فين؟ في الاول. تمام. عندي شويه حاجات. الار هي رمز الاعداد الحقيقيه. لو كتبتها على هيئه فتره هكتبها من كام؟ هكتبها من اول السالب ما لا نهايه لحد الموجب ما لا نهايه. يبقى لو حبيت اكتب الاعداد الحقيقيه برمز هكتبها منين؟ من السالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه. تمام؟ السالب ما لا نهايه يكتب دائما في بدايه الفتره، الموجب ما لا يكتب دائما في نهايه الفتره. طيب والار هي اتحاد بين الكيو اللي هي الاعداد النسبيه، اتحاد الكيو داش اللي هي الاعداد الغير نسبيه. فاي مشكله لحد الان؟ حد عنده مشكله؟ لسه ما دخلناش في حاجه، ما دخلناش في الفترات. ما معنى الفترات وماذا تعني الفتره؟ اما اقول لك ماذا تعني الفتره، مثلا من -1 لحد 5. طيب هو القوس اللي شكله كده معناه ان الفتره مفتوحه. القوس لما شكله كده معناه ايه؟ فتره مفتوحه. طيب لو عملته كده معناه ان الفتره ايه؟ مقفوله من عند -1 ومقفوله من عند 5، فبقول عليها فتره مغلقه للطرفين -1 و5. لكن دي فتره مفتوحه للطرفين -1. طب لو كتبتها كده هتقول فتره مغلقه من عند -1 مفتوحه. ماذا تعمل فتره؟ تعني جميع الاعداد. تعني ايه؟ جميع الاعداد الموجوده او المحصوره بين -1 و5. الاعداد الحقيقيه المحصوره بين -1 و5. الاعداد الايه؟ بس انا هخليها هنمشيها عشان تفهم اكتر. بس الاعداد الحقيقيه دي يا شباب مش عارف. الاعداد الحقيقيه دي يا شباب فيها ايه؟ فيها جذور وفيها اعداد نسبيه وفيها اعداد عشريه، فيها كل حاجه. طبعا مشيها بس صحيح. اما اقول لك الفتره من -1 ل5، بدل ما اقول لك زي ما قلنا قبل كده، بدل ما اقول لك تعالى اقعد معايا من الساعه 3 العصر للساعه 8 بالليل، بدل ما اقعد اقول لك تعالى اقعد معايا الساعه 3 والساعه 4 والساعه 5 والساعه 6 والساعه 7 والساعه 8، طب ما اقول لك تعالى اقعد معايا من 3 ل 8، يبقى الموضوع انتهى. بدل ما اقول لك تعالى اقعد معايا 3 و4 و5 و6 اقول لك تعالى اقعد معايا من 3 ل 8. يبقى بقول لك الفتره -1 و5 معناها جميع الاعداد من اول -1 لحد يعني -1 والصفر والواحد
والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه. ده معناها. طيب ايه الفرق بين المفتوح والمغلق؟ لما افتح من عند السالب واحد معناها ان انت مش هتاخد السالب واحد معاك. يعني اما اقول لك ايه الاعداد الموجوده هنا هتقول لي لا ده انت فاتح من عند السالب واحد. يعني ايه فاتح من عند السالب واحد؟ يعني معيش سالب واحد. يعني هعد من بعد السالب واحد اللي هو صفر واحد اثنين ثلاثه. هاخد الخمسه؟ لا. ليه؟ عشان الخمسه مفتوحه. يبقى الفترة بالنسبة لي ما الفرق بين الفترة المفتوحة والمغلقة؟ لو فتحنا من عند عدد معناه إن العدد إيه؟ مش معايا، هاخد العدد اللي بعده. في أي مشكلة؟ تعالى ناخد كيف تمثل الفترات. إزاي أقدر أمثل أي فترة؟ تمثيل الفترات. أول حاجة خدناها قلنا الفترة المغلقة الطرفين. لما اقول لك مثال مثل الفترة سالب 2 و3 على خط الأعداد. ازاي امثل الفترة على خط الأعداد؟ قلنا رقم واحد بشد خط الأعداد، يعني سهم من الناحية دي سهم من الناحية دي. دائما توضع الموجب ما لا نهاية على اليمين والسالب ما لا نهاية على الشمال. في أي مسألة هنحط الحاجتين دول. طيب وإيه كمان؟ وبحط الأعداد داخل الفترة مرتبة من اليسار إلى اليمين. يبقى أحط يعني الصغير على الشمال والكبير على اليمين، الصغير اللي بيكون في الأول والكبير اللي بيكون في الثاني. يبقى أحط هنا السالب 2 وأحط هنا الإيه؟ الثلاثة. طيب عندي السالب 2 وبعمل دايرة، عندي الثلاثة وبعمل دايرة، بوصل بينهما واظلل في النص كده. طب بالنسبة للدوائر دي نظامها إيه؟ صلي على النبي. لو الفترة مقفولة أسد الدايرة خالص، ولو الفترة مفتوحة أسيبها زي ما هي. هنا مقفولة من ناحيتين فأسد الدايرة من ناحيتين. طيب رقم 2 النوع الثاني. رقم 2 الفترة المفتوحة الطرفين. فترة ايه؟ مفتوحة الطرفين. أما أقول لك مثال مثل الفترة 1 و5 مفتوحة الطرفين. يعني مفتوحة الطرفين يعني ولا الواحد معايا ولا الخمسة معايا، ما بينهما معايا. لكن 1 و5 لا. أنا أخدت الأعداد، هرسم خط الأعداد، هرسم خط الأعداد. سهم من ناحيته وسهم من ناحيته. على اليمين موجب ما لا نهاية، على الشمال أحط الأعداد على الخط مرتبة من اليسار لليمين. هنا أحط 1، هنا أحط، عند الواحد هعمل وعند الخمسة هوصل بينهما وأظل. طيب هي الفترات إيه؟ هسيب الدوائر مفتوحة زي ما هي، هسيب الدائرة مفتوحة. النوع الثالث عندي الفترة نصف المفتوحة ونصف المغلقة. رقم 3 الفترة نصف مفتوحة ونصف مغلقة. زي ما اقول لحضرتك مثل الفترة
سالب 2 و8 مثلا، هنا مفتوح وهنا مغلق على خط الأعداد. مثل الفترة سالب 2 و8 على خط الأعداد. صلى على النبي. أدي الخط. على اليمين موجب ما لا نهاية، على الشمال سالب ما لا نهاية. أحط الأعداد من اليسار لليمين، هنا أحط سالب 2، هنا أحط عندي السالب 2 وهعمل عندي ال8 وهعمل أوصل بينهما بخط وأظلل. طيب السالب 2 إيه؟ هسيب الدايرة زي ما هي، ال8 إيه؟ أقفلها. طب افرض جاب لي الفترة عدد وسالب ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية وعدد، مفيش مشكلة. مثل الفترة سالب ما لا نهاية و5 دي دايما مفتوحة، ما تفكرش. وقفلنا دي على خط الأعداد، مفيش مشكلة. أدي خط الأعداد، السهمين بتوعي على اليمين موجب ما لا نهاية، على الشمال سالب ما لا نهاية. هحط الأعداد الموجودة على الفترة. إيه ده؟ لما مفيش غير عدد واحد. ما هو السالب ما لا ليس إيه؟ ليس عدد، إحنا ما نعرفوش هو كام. يبقى أحط ما عنديش غير عدد واحد اللي هو مين؟ أحط ال5. عند ال5 وأحط. طيب أوصل مع إيه؟ قال لي والله هي فين السالب ما لا نهاية؟ أهي. أنا عاوز سالب ما لا نهاية و5، رسمت ال5 وما عنديش السالب ما لا نهاية، يبقى أروح من عند ال5 أوصل للسالب ما لا نهاية بس بإيه؟ بسهم، مش هقفلها. هتمشي قصاد السالب ما لا نهاية وأظلل برضه. طب ال5 مفتوحة ولا مقفولة؟ مغلقة، يبقى أظلل الدايرة بتاعتها قافلة. لما نقول مثل الفترة 3 وموجب ما لا نهاية على خط الأعداد، هناخد شرطة الخط أهو، على اليمين موجب ما لا نهاية، على الشمال سالب ما لا نهاية. هحط الأعداد الموجودة داخل الفترة، ما عنديش غير عدد واحد اللي هو حطه في أي حتة 3. فوق هعمل دايرة. طيب أنا هرسم كام؟ 3 ومعاه موجب ما لا نهاية، يبقى آخد ال3 أروح ناحية الموجب ما لا نهاية بإيه؟ بسهم وأظلل. طيب ال3 هسيبها كده ولا هقفلها؟ هسيبها كده، ليه؟ عشان مفتوحة. طيب كيفية تمثيل فترتين على خط الأعداد. ودي آخر حاجة ختمنا بقى المرة اللي فاتت. أما أقول لي مثل الفترتين 3 وموجب ما لا نهاية، والفترة الثانية وليكن سالب 5 و4 على خط الأعداد. ازاي امثل؟ ولا هي مشكله؟ ركز معايا. شرطه خط الاعداد، ادي السهم على اليمين موجب ما لا نهايه، على الشمال فوق معايا فوق. حتى احط الاعداد مرتبه، خد بالك، بحط جميع الاعداد اللي في الفتره، بحط جميع الاعداد اللي في الفتره مرتبه من اليسار الى اليمين، من اليسار. طيب هي ايه الاعداد اللي عندي؟ عندي 4 وعندي سالب 5 وعندي 3، اصغر عدد فيهم سالب 5. يجي بعدها 3. خد بالك انا ببعد العدد عن خط الاعداد. اما اجي ارسم فترتين لازم تعمل العدد بعيد عن خط الاعداد. ليه؟ عشان ارسم فوق وارسم تحت، فلازم اعمل عدد بعيد.
ادي -5 وادي ال3 وادي ال4. هرسم واحده فوق الخط، واحده مش عامل حاجه، مفيش حاجه جديده، مفيش اختلاف، واحده فوق الخط واحده تحت الخط. طيب تعال نرسم دي هعمل دايره عند مين؟ عند -5 وهعمل دايره عند مين؟ بس الدوائر بتاعتهم ايه؟ مقفوله اهي. هوصل بينهم بخط واظلل زي الفل. الثانيه هنرسمها تحت نفس الكلام بس هرسمها من تحت 3 ومال نهاية. هعمل دايره عند ال3. طب المال نهاية هعمل ايه؟ بسهم. طب فتره مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه ولا ظلل. ادي رسمنا رسمتين. يبقى اتعلمنا ازاي نرسم رسمه فتره، وازاي ارسم فترتين، وعرفنا يعني ايه فتره، وعرفنا ما معنى الفتره المفتوحه وايه معنى الفتره الايه؟ المغلقه. عرفنا ايه الفتره المفتوحه والفتره المغلقه. طيب العمليات على الفترات. اول عمليه عندي عمليه الاتحاد. عمليه الايه؟ الاتحاد. طيب لما بعمل اتحاد بين فترتين، اولا لازم امثل الفترتين على خط الاعداد، لازم، رقم واحد. طب وبعدين ازاي اجيب الاتحاد وازاي اجيب التقاطع؟ الحاجات اللي كانت عندك في الواجب بقى انا كنت بخليك ترسم بس، لا انا عاوز احل بقى. ازاي اجيب الاتحاد وازاي اجيب التقاطع وازاي اجيب الفرق وازاي اجيب المكمله. عمليه الاتحاد بالعربي خالص اهو، بلغه الشارع هناخد كله. يعني ايه؟ من بدايه خط الاعداد الى نهايته. يعني شايف الرسمه دي؟ انا بقول لك هات لي الاتحاد بين دي ودي، هتقول لي والله بدايه الرسم عند مين؟ بدات ارسم من عند مين؟ -5 وختمت عند مين؟ عند مين؟ ده الحل. يبقى الحل كام؟ -5 وموجب ما لا نهايه. ده الحل، ده الاتحاد. باخد من بدايه الرسم لحد باخد كله، بجمع كله. في حاجه ثانيه من غير الرسم في الاتحاد، ناخد اصغر رقم في الفترتين مع اكبر رقم. نتعلم الاثنين عشان لو سؤال اختار ننجز. ما يجيليش سؤال اختار اقول لي استنى بس، سؤال اختار ننجز. بقول لك هات اتحاد دول فترتين، من اصغر رقم في الاثنين -5، من اكبر رقم في الاثنين الموجب ما لا نهايه. طيب خلاص يبقى الاتحاد باخد ايه؟ كله من بدايه خط الاعداد وحتى. طب لو بحل اختياري اصغر رقم مع اكبر. طيب رقم اثنين عمليه التقاطع. تقاطع يعني مشترك. تقاطع يعني ايه؟ مشترك. التقاطع يعني المشترك. يبقى هناخد المشترك، والحته المشتركه دي كده بتكون ايه؟ عريضه في خط الاعداد. الحته اللي تلاقيها مرسومه فوق وفي نفس الوقت مرسومه تحت في نفس الوقت، اللي هي الحل هنا يبقى كام؟ 3 و4 اهي. ده التقاطع. طيب في حل تاني من غير، لو بحل اختياري اقدر اجيبها من غير الرسم؟ طبعا اكيد. هو مش انا في الاتحاد خدت الصغير وخدت الكبير، يبقى في التقاطع هسيب الصغير واسيب الكبير وناخد العددين التانيين.
نقول تاني يلا معايا. الاتحاد باخد كله من بدايه خط الاعداد وحتى نهايته. طب لو بحل اختياري اصغر عدد مع التقاطع هسيب وهسيب واخد الاثنين التانيين. طب لو بجيب من على خط الاعداد اللي في النص، الاثنين اللي فين؟ الحته العريضه هو ده التقاطع المشترك فوق وتحت. طيب مشكله في الاتحاد او التقاطع فاضل لي ايه؟ الفرق والمكمله. الفرق والمكمله. طيب ركز معايا قوي في الفرق والمكمله وبالذات في المكمله. خد بالك هي سهله بس الطلاب بتنساها. العمليه رقم 3 عمليه الفرق. اما اقول لك فتره فرق فتره هحل ازاي؟ عمليه الفرق يا شباب هي ليها طريقه من غير مرسم. لا طريقه من غير مرسم ولكن يستحسن الرسم في الفرق. طيب بعمل عمليه الفرق ازاي؟ صلى على النبي كمان مره. عمليه الفرق كل اللي هعمله اما اقول لك مثلا هات لي اكس فرق واي. اكس دي فتره وواي فتره وانا عاوز اكس فرق واي. هعمل ايه؟ انت رسمت اهو. انا رسمت خط الاعداد بكراسه معاك، كراسه وداري على التاني. هداري عليه على التاني. دي اكس ودي واي. مين التاني؟ واي. هجراح مخبي رسمتها بالكراسه. اعمل ايه؟ اخبي الرسمه بالكراسه. تعالى كده ارجع ورا. رجعنا ورا اهو وبقول لك ايه؟ انا عاوز الفتره دي ناقص الفتره دي. انا عاوز دي ناقص دي. هجراح مخبي مين؟ الثانيه. هخبي مين؟ الثانيه. فوق هخبي مين؟ اللي هي من كام؟ من -5 بكراسه بكتاب باي حاجه. هخبي الفتره بتاعتي على الرسم من اول -5 لحد اهو. اظهر اخر رقم. اظهره اهو. ده الحل. كم وكام؟ اللي صار قدامك 4. طيب اللي ما فهمش لو بقول لك جيب لي ده اهي ناقص ده اهي. جيب لي ده اهي ناقص ده. مين التاني؟ اهي ليها كام؟ 3 الملا نهائي. اخبي بالمذكره من اول الثلاثه لحد فين الثلاثه؟ اهي. فين الملا نهائي؟ اهي. خبيهم. وبعدين اظهر اخر رقم اهو. ده الحل. كام؟ يبقى الفرق بعمل ايه؟ بخبي على الفتره الثانيه والباقي هو الحل. اتفضل يا حبيبي. الامثله هتوضح اكتر ولكن حاول تجمع معايا على قد ما تقدر. يبقى الفرق هنداري على الفترة الثانية والباقي هو الحل. والباقي هو الايه؟ طيب آخر عملية عندي عملية المكملة. آخر عملية عندي عملية المكملة واللي برمز لها بالرمز شرطة اللي أنت شفتها عندك في المذكرة. اللي هو كان يديني مثلا فترة كده وتلاقيه عامل لي عليها شرطة فوق. ازاي اجيب عملية المكملة؟ أولا لا طريقة اجيبها من على خط الأعداد طبعا. طب الأسهل بالنسبة لي من غير خط الأعداد هديك طريقة 10 على 10. 10 على 10. أنا بقول لحضرتك بلاش الفترة دي. خليها 3 وعدد. هنقول مثلا 3 و8 وعليها شرطة. معناها ان انا عاوز منك مكملة الفترة دي. عاوز منك ايه؟
مكملة الفترة دي. تمام، كلام زي الفل. كل اللي هعمله هروح ركز في اللي هقوله، هروح على العدد الأول وأحط فوقه سالب ما لا نهاية. تاني، هروح على العدد الأول وأحط فوقه سالب ما لا نهاية أهو. وهروح على العدد الثاني واكتب فوقه موجب ما لا نهاية أهو. وكل عددين تحت بعض هحطهم في فترة. كل عددين تحت بعض. العدد الأول كم وكام؟ الصغير الأول سالب ما لا نهاية وثلاثة. طيب هي السالب ما لا فترتها إيه؟ مفتوحة دايما. طب والثلاثة؟ لو مفتوحة تقفلها. لو مفتوحة ليه؟ عشان أنا بقول لك أنا عاوز مكملة. يعني إيه؟ يعني كمل لي الفترة دي. كملها لي. يعني إيه كملها لي؟ خليها لي حق كلها. شايف الفترة الصغيرة دي؟ خليها لي حق كلها. خليها لي إيه؟ كملها. طيب أما أفتح الثلاثة معناه إن الثلاثة مش معايا. أما أفتح الثلاثة معناه إن الثلاثة مش معايا. فوق بدل ما فوقت. أما أفتح الثلاثة معناه إن الثلاثة مش معايا. يبقى أنا محتاجها ولا مش محتاجها؟ محتاج. ما مش معايا يبقى محتاجها. عشان كده هقفل الفترة عندها. طب لو كانت مقفولة ما أنا مش عاوزها. هتكملها إزاي؟ هتكملها إزاي؟ أما أقول لك أنا معايا 7 جنيه كملهم لي 10 جنيه، أنا هديك كام؟ 3. يعني مش هديك يعني السبعة معاك. السبعة معاك 7 جنيهات عاوزهم 10 فأنا هديك كمان 3. هل هديك السبعة تاني؟ لا مش هديك السبعة. مش هديك السبعة. ده نفس النظام. أما أقول لك كمل الفترة دي. طب الثلاثة مفتوحة يعني مش معايا. يعني إيه؟ فأقفلها عشان تبقى معايا. يبقى في المكملة لو الفترة مفتوحة، لو مقفولة أفتحها. طيب اتحاد هكتبها كده. العددين اللي تحت بعض اتحاد العددين التانيين اللي هم كام وكام؟ 8 وموجب ما لا ب8. 8 وموجب ما لا نهاية. طيب الثمانية ايه؟ 8 ايه؟ اعمل ايه؟ اقفلها. والما لا نهاية دايما. مثال تاني -1 و5 مقفول مفتوح وحطيت هنا شرطة. الناس معايا؟ هحط على الأول سالب ما لا نهاية، هحط على الثاني موجب ما لا نهاية. كل عددين تحت بعض أحطهم في فترة. أول عدد هيبقى سالب ما لا نهاية صغير وسالب 1. السالب ما دائما السالب 1 مالها. أنا أعمل إيه؟ أفتحها. اتحاد العددين التانيين كام؟ 5 وموجب ما لا نهاية. 5 وموجب ما لا نهاية. الخمسة إيه؟ مفتوح. أنا أعمل إيه؟ أقفلها. والما لا نهاية دائما. تمام. سؤال كمان رقم 3. لما أقول لك سالب ما لا نهاية و4 دائما مفتوحة مغلقة. طيب أنا عاوز مكملة لكل شهر. طيب على أولنا هنكتب سالب ما لا نهاية وعلى الثاني هنكتب. طيب ده دي سالب ما وسالب ما لا نهاية ولا كأنها موجودة. إذا تشابه العددين بتوع الفترة يبقى مفيش فترة. يبقى مفيش إيه؟ بقول لك من سالب ما لا نهاية لسالب ما لا نهاية. يبقى أعمل إيه؟ أكنسلهم خالص. يتشالوا خالص. يبقى الفترة الثانية هتبقى من كام بقى؟ من 4 لموجب ما لا. يبقى لو العددين تشابهوا بعمل ايه؟ اكنسلهم خالص. الاربعه ايه؟ انا اعمل ايه؟ والما لا نهايه دائما مفتوحه. شوف المثال ده. شوف المثال ده. اذا كان اكس بتساوي -3 و6
وواي بتساوي مثلا 4 و8 أو 4 و9 مغلقة الطرفين. أوجد مستعينا بخط الأعداد، يعني لازم أرسم. عاوز مني رقم 1 إكس اتحاد واو. رقم 2 إكس تقاطع واو. رقم 3 إكس فرق واو. رقم 4 واي فرق إكس. رقم 5 إكس داش. رقم 6 واي داش. ده مثال بقى ايه؟ الدرس كله، ده مثال جايب لك الدرس كله، هترسم وهتجيب العمليات كلها. رقم 1 هنرسم خط الاعداد. على اليمين موجب ما لا نهايه، على الشمال سالب ما لا نهايه. توضع الارقام مرتبه من الصغير للكبير. توضع الارقام مرتبه من الصغير للكبير. يلا، اصغر عدد عندي -3 اهو، احطه بعيد عن الخط. ليه؟ عشان هرسم فوق وهرسم تحت. -3 بعده 4 بعده اخر حاجه ارسم رسمه فوق وارسم رسمه تحت. الرسمه اللي فوق من كام لكام؟ -3 اعمل عندها وال6 اعمل عندها، بس دايره ال6 ايه؟ مغلقه. اوصل واظلل. الرسمه الثانيه من 4 ل9. الاربعه ايه؟ دايره مقفوله، والتسعه دايره مقفوله. اوصل واظلل. يلا نطلع من على خط الاعداد اكس اتحاد واو اللي على خط الاعداد كله. اصغر عدد مع اكبر عدد، بدايه الرسمه لنهايه الرسمه. بدا يرسم من اول الكاف -3 واخري كان كام؟ 9. -3 الفتره بتاعتها ايه؟ زي ما هي. انا بعكس في حاجتين بس، الفرق والمكمله، لكن الباقي كله زي ما هو. يبقى -3 مفتوحه والتسعه مغلقه عادي. اكس تقاطع واو المشترك اللي في النص، اسيب الصغير واسيب الكبير واخد اللي يعجبك. الحته العريضه الاربعه وسته. الاربعه ايه؟ مغلقه، والسته نخش على ايه؟ على الفارق. ركز معايا. اكس فرق واي ادل على التاني. ادل على مين؟ اكس فرق واي ادل على مين؟ اللي هو مين؟ واي مذكرتك. ادل على التاني، ادل على الواو. هي الواي من كام لكام؟ بكتابي بايدي بالمذكره هداري من اول الاربعه لحد التسعه اهو. هظهر اخر رقم اهو. يبقى الحل كام؟ -3 و4. يبقى الحل كام؟ حلو. يبقى الحل -3 و4. ركز قوي قوي قوي. -3 ايه؟ مفتوحه عادي. النقطه المشتركه اللي انت كنت مداريها وظهرتها تعكس فترتها. النقطه اللي انت كنت مداريها تعكس فترتها. يبقى انا في حالتين بعكس فيهم الفتره. المكمله دايما. الفرق في حاله النقطه المشتركه اللي هي النقطه اللي انا ايه؟ مداريها. يبقى الاربعه مقفوله اعمل فيها ايه؟ افتح. طيب واي فرق اكس. واي فرق اكس هدار على مين؟ على الاكس. هدار على مين؟ طب هي الاكس كام؟ من -3. يبقى هداري من اول -3 لحد ال6 اهو. اظهر اخر رقم اهو. فاضل لي كام؟ 6 و9 من النقطه المشتركه اللي انا كنت مداريها.
الستة القريبة، الستة هي ايه الستة؟ اعمل فيها ايه؟ والتسعة مغلقة عادي. اكس داش اكس، ما معنى اكس داش؟ مكملة الاكس، مكملة. بحلها ازاي؟ بروح على الاكس، انت عاوز تكمل الاكس؟ هروح على الاكس. على الاول سالب ما لا نهاية، على الثاني موجب ما لا، اخد كل عددين مع بعض احطهم وتعكس الفرق وانا بعكسها. طيب يبقى اول عددين هيبقوا سالب ما لا نهاية وسالب، السالب مالها دائما والسالب 3 مالها. انا هعمل فيها ايه؟ اقول له اتحاد. اتحاد. يلا العددين التانيين كام وكام؟ 6 وموجب مال، الموجب مالها دائما. طب الستة ايه؟ انا هعمل فيها ايه؟ افتح واي داش، جيب لي واي داش، الواي اهي، اكتب على الاولاني برافو عليك سالب ما لا نهايه، والثاني موجب ما. يلا خدوا كل عددين مع بعض، اول عددين هيبقوا كام وكام؟ وكام؟ والاربعه، السالب ما دائما مفتوحه، الاربعه ايه؟ مغلقه. انا هعمل فيها ايه؟ افتح اتحاد اللي جنبها العددين التانيين 9 وموجب من التسعة، أعمل فيها إيه؟ والما نهاية دايما. صعب الدرس؟ في أي مشكلة؟ تاخد كام سؤال كده محترم؟ شوف السؤالين دول، شوف السؤالين دول أسئلة فيها أفكار، بس قبل ما آخدها هاخد كمان سؤال فترات. إذا كانت إكس بتساوي 5 وموجب ما لا نهاية، والواي بتساوي سالب ما لا نهاية و6، أو كده مستعينا بخط الأعداد أو زي رقم 1. خلينا هنا عشان نرسم الخط هنا. رقم 1 إكس اتحاد واو. رقم 2 إكس تقاطع واو. رقم 3 إكس فارق واو. رقم 4 واي فارق إكس. رقم 5 إكس داش. رقم 6 واي داش. أول مستعمل بخط الأعداد يبقى لازم إيه؟ لازم أرسم. طيب ادي خط الاعداد، على اليمين موجب ما لا نهايه، على الشمال سالب ما لا نهايه. هحط الاعداد مرتبه. طيب انا كده اصلا اعتبر طيرت دول، فاضل عندي كام وكام؟ 6 و5 من الصغير اهي اهي بعيد عن الخط، وادي السته. فوق هرسم واحده وتحت هرسم واحده. طيب اول رسمه عندي 5 وما لا نهايه، اروح عند الخمسه واعمل دايره. 5 وكام؟ لما انا مش موجود على الخط يبقى اروح لها بسهم اهو واظلل بينهم، والخمسه مفتوحه تظل مفتوحه. تاني حاجه سالب ما لا نهايه و6، فين الست؟ اهي مالها مغلقه. وكام؟ وسالب ما لا نهايه اهي وظل. ركز في اللي جاي. اكس اتحاد واو من بدايه خط الاعداد تقولي لي بدايتي نهايتي. برافو عليك. بدايتي في الرسم سالب ما لا نهايه،
اخر حته انا راسمها موجب ما لا نهايه، سالب ما لا نهايه وموجب ما لا نهايه، اللي هي المجموعه ايه؟ الله ينور عليكم. الاعداد الحقيقيه كلها اكس تقاطع واي 5 و6. برافو عليك. الجزء اللي في النص بطير اللي على الطرف واخد اللي في النص 5 و6. الخمسه ايه؟ مفتوحه والسته مغلقه. اللي جنبها اكس فارق واي هدار على مين؟ سالب ما لا نهايه وكام؟ و6 هدار عليها من اول السالب ما لا نهايه لحد الست. هظهر اخر رقم باقي لي مين؟ برافو عليك 6 وموجب ما لا نهايه. الما لا نهايه دايما مفتوح. طب السته ايه؟ افتح. اللي جنبها واي فرق اكس هدار على مين؟ على اكس اللي هي كام؟ برافو عليك 5 وما لا نهايه. يلا اخدت من اول الخمسه لحد الما لا نهايه. هظهر اخر رقم اهو. الباقي كام؟ برافو عليك وخمسه. هندار كل ده، كل حتى الخمسه مباليه ولكن هظهرها. يبقى سالب ما لا نهايه وخمسه. السالب ما لا نهايه دائما. طب الخمسه ايه؟ بقى اكس داش. هروح على الاكس، على الاول هكتب، على الثاني هكتب. الله ينور عليك. المشترك يطير اللي شبه بعض، يبقى الحل هيديني سالب ما لا نهايه وخمسه. السالب ما دايما. طب الخمسه ايه؟ اعمل ايه؟ برافو عليك. واي داش اللي جنبها، على الاول على الثاني. تمام. هنطير اول اثنين. اتفضل لي. لا رتبي. 6 وما لا نهايه. السته الما لا نهايه دايما. السته ايه؟ اعمل ايه؟ افتح.